الجذمور ساق أرضية سميكة غنية تنمو أفقيا تحت الأرض، تسري في التربة وتتفرع عنها في مستوى العقد فروع هوائية وجذور ليفية. وكأمثلة عن النباتات التي تتكاثر طبيعيا بواسطة الجذامير نجد النعناع والنجم. التكاثر الخضري الطبيعي عن طريق الدرنات. الدرنات هي أجزاء منتفخة من الساق تخزن الغذاء. نلاحظ وجود عيون على الدرنة تتكون كل واحدة منها من براعم محاطة بورقة حرشفية، ومن هذه العيون تنمو النباتات الجديدة، إذ تتكون درنات البطاطا تحت سطح التربة كانتفاخات في نهاية الفروع التي تنمو في الجزء السفلي من الساق الهوائية. التكاثر بواسطة الأبصال. البصلة ساق أرضية تثبتها جذور عرضية ليفية وتحمل أوراقا حرشفية، في قاعدة كل منها برعم يمكن أن ينمو ويعطي نبات جديد. ومن النباتات التي تتكاثر عن طريق الأبصال نجد البصل، الثوم، النرجس، العنصل إلى آخره. التكاثر بواسطة الساق الهوائية الزاحفة. تنمو الساق الهوائية الزاحفة أفقيا فوق سطح التربة، وتنمو من البراعم الموجودة عند العقد سيقان وجذور تكون نباتات جديدة. ومن النباتات التي تتكاثر عن طريق هذه الظاهرة نبتة الفراولة. التكاثر عن طريق الخلفات، وهي نبيتات تنمو تحت النبتة الأم يمكن فصلها وغرسها في مكان آخر لنتحصل على نباتات جديدة. ومن النباتات التي يمكن أن تتكاثر عن طريق هذه الطريقة النخل، الموز، الزيتون،